اعتراف، أنا مش جاهز كفاية عشان أبدأ. لو الجملة دي عدت في بالك قبل كده فخليني أقول لك الحقيقة اللي محدش هيقولها لك، أنت مش بتسعى للكمال أو البرفكشنزم، أنت بتهرب من المواجهة. والله، لأن اللي بيدور على المثالية دايما هو غالبا مش مستني اللحظة الصح، هو خايف يبدأ أساسا. تعال أقول لك الفرق ببساطة، في واحد بيستغل اللي معاه وبيبدأ وبيتعلم وهو ماشي، وفي واحد تاني قاعد مستني لما يبقى عنده كاميرا احسن، صوت انضف، وقت اكتر، بس الحقيقه عمره ما بيبدا. النجاح الحقيقي مش في المثاليه، النجاح الحقيقي في البدايه، في الغلط، في التعديل. الكمال وهم كبير، كل ما تقرب منه يهرب منك. وعلشان تبقى عارف، الكمال بيربط النجاح بمستوى وهمي من الاستعداد، علشان دماغك بتستخدم الايمان بمبدا الكمال ده كحماية نفسية من الفشل. وعلى فكرة، السوق مش بيدور على المثالي، السوق بيدور على المفيد والمستمر، اللي بيبدأ بيغلط وبيتعلم وهو اللي بيوصل. أما بقى اللي مستني يبقى كامل هيفضل مكانه لحد ما يتنسي. قول لي كده في الكومنتات، إيه الحاجة اللي مستني تظبطها قبل ما تبدأ؟ وإيه اللي ممكن يحصل لو بدأت بيها زي ما هي وما استنيتش موضوع البرفكشنزم أو الكمال ده؟ هستنى رأيك في الكومنتات. السلام عليكم.